فوتوشيني ألفريدو، الوصفة اللي ما لها أي علاقة بالمطبخ الإيطالي لأنهم ما يستخدمون الكريمة مع الباستا، لكن ما يمنعنا نسويها لكم. بمقلاة فيها زيت زيتون وسخنا الماء حق الباستا. راح نشوح صدور الدياي الشرايح بالطول وننتظر لغاية ما ينشف الماء نهائي. شوية ملح، شوية فلفل أسود وشوي أوريغانو. نستمر بالتحريك لغاية ما ينشف ماء الدياي نهائي. الماء يغلي، فقط ملح وحط فيه الباستا. شلت الدياي على جنب وحطيت زبدة وبعدها البصل. نحمر البصل لغاية ما يتغير لونه. نحط عليه مشروم يكون راهي، علبة كاملة. راح أكتب لكم المقادير. وثوم. ونستمر بالتحريك. وبعدها نحط الكريمة، وعشان أخفف الكريمة حطيت حليب خالي الدسم. جربوها بطريقتي تعجبكم. وحطيت من ماي سلق الباستا وجبن بارميزان. وهذه الصلصة جهزت. شوية بعد أوريغانو رشة على الخفيف. نرجع الحين شرايح الدياي حق هالصلصة، وعقبها نحط الباستا اللي سلقناها. ذوقوا الطعم وشوفوها. أهم شيء إن السائل هذا ينشف. إيش رايكم؟ صج لذيذة وتقدم حالا، ما تدخل سخان. هذه حالات الباستا. بالعافية عليكم.